مساء الخير عليكم. بصوا النهارده هنحاول نتابع كده بعض الحاجات في الحوض المزروع. من الحوض المزروع عندي حاولت ان انا اظبط شويه ورق، حاجات عن الميته. نصيحه كده مني ليكم، حاولوا على قد ما تقدروا لو في حاجات ورق ميت زي كده او مصفر او مخرم او متاكل او نصه بايظ خالص ودبلان، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تشيلوه اول باول. اول باول تقصقصوه في اي نبته، مش نبته معينه. حاولوا على قد ما تقدروا عشان خاطر دوت بيحاول يحفز من النبتة بتاعتك ان هي تطلع ورق جديد باستمرار. عشان اصلا طول ما هي موجود فيها ورق دبلان، ورق مصفر، ورق متاكل، نص الورقة بس اللي موجود ورقة مخرمة، ده بيحاول بيبقى بيستهلك قدر الامكان من النبتة. طول ما هي بتمد الغذاء بتاعتها من التربة، ويجي الغذاء يطلع على النبتة عموما، يلاقي فيه ورق دبلان بيحاول يمده بالغذاء عشان يقوم، وهو عمره ما هيقوم. فطريقة قصك للورقة نفسها من الآخر بتاعتها، من أول الساق بتاعها، ده بيحفز بقية الورق التاني اللي هو كويس وبحالة كويسة إن هو يبقى بأفضل حال. حاجة كمان، حاولت إن أنا عندي أنوبياس اس بي اللي انتوا شايفينها دي، حاولت إن أنا أزرع جزء منها في التربة، في الأرض، في الجرش عموما، زي اللي انتوا شايفينها دي قدامكم تحت اهي، اللي تحت الفايتر. وفي جزء حطيته في القصيص اللي زي ده كده في الفايبر على طول. فانا هشيلها واوريكم كميه الجذور اللي موجوده، لمجرد ان انت زارعها اصلا في الفايبر. بصوا كميه الجذور، بصوا، مش عارف باين عندكم ولا لا. طبعا يعني كميه الجذور دي تقريبا محطوطه في نفس التوقيت بالظبط اللي انا حاطه في الارض. اعتقد ان انا طلعت من الارض مش هتبقى بكميه الجذور دي. هنحاول بقى نشيلها ونغرزها في الارض جنب التانية، ويعمل نفس الموضوع برضك في كذا نبتة زي الكريبتو كلين. فدي بعض النصايح السريعة كده تاخدوا بيها عشان خاطر الموضوع هيفرق معاكم جدا في الزراعة. شايفين الجذور؟ يلا سلام.